اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، ويا ريت كمان نكمل حلقة للآخر. حلقتنا النهاردة حلقة قوية جدا، متأكدة ان هي تعجبكم. وقبل ما أبدأ عايزة أقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت، وبشكر كل الناس الحلوة اللي دايما بتدعمنا بالتعليقات الحلوة اللي زيها، وبحبكم من كل قلبي. واللي لسه ما اشتركش في القناة لغاية دلوقتي يلا بسرعة، مستني ايه؟ كلنا نعمل اشتراك ونفعل جرس الاشعارات علشان توصلنا اشعارات بكل الحلقات الجديدة. وقبل ما ابدأ ارجو منكم الدعاء لأمه بالرحمة وبالمغفرة، وان يجعل مأواها الجنة ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الحلقة. مصطفى اول ما دخل ملحقش يقول كلمة، وقامت هبة من على الكنبة وقربت منه. مصطفى، احنا لازم نتكلم مع بعض دلوقتي، لازم تعرف القرار اللي انا اخدته، واتمنى المرة دي ان انت توافق. خير يا هبة، في ايه؟ انا ملحقتش حتى اقولك سلام عليكم. في ايه بس يا حبيبتي؟ خير. الولد ده لازم يمشي من البيت، انا مش هقدر اعيش انا وبنت اللي في بطني مع الولد ده في نفس البيت. ابنك يا اخويا تصرفاته مش مضمونة. انت بتقول ايه يا هبة؟ هو احنا هنرجع للموضوع ده من تاني؟ انت عارفة ان مفيش مكان اوديه فيه، اعمل ايه يعني؟ انا كمان يا مصطفى، انا حامل وفي بنت، ومن حقي نخاف عليها ومن ابنك المجنون ده. انا ماليش فيه، انت لازم تتصرف وتمشيه من هنا. ما تستهدي بالله بس كده يا هبه وعقلي. وبعدين الولد طول الوقت قاعد في اوضته ما بيخرجش منها، ولا هيقرب من بنتنا اصلا. يبقى انت خايفه من ايه يا ستي؟ شويه وسمع صوت عمر كالعاده، كان بيصرخ جامد قوي بسبب صوت زعقه. هبه ما قدرتش تمسك نفسها. ايه رأيك بقى دلوقتي يا أستاذ؟ أنا ايه اللي يجبرني إن أنا أفضل قاعدة في البيت ده وكل شوية أقعد أسمع الصوت المزعج ده؟ لا، أنا خايفة على بنتي اللي هخلفها. ولا أنت بقى عايز بنت تطلع زيه هي كمان وأفضل عايشة حياتي كلها بعاني؟ طيب ممكن نأجل الكلام ده لبكرة، أنا جاي تعبانة ومش قادرة أتكلم، هحاول أشوف حل يريحك. معاك لغاية بكرة وبس يا مصطفى، وبعدها يكون لي تصرف تاني ما اظنش ان يعجبك ابدا. سابته ودخل في الاوضه وقعد بتعب على الكنبه. قرر ان هو يكلم حماته يمكن تقنع بنتها ان هي تغير رايها في الموضوع، وفعلا اتصل بيها. وبعد كده دخل نام، ولما حماته اكدت له ان هي هتتكلم مع بنتها تاني يوم نزل ودخلت وحطت الشنطه بتاعتها وقعدت جنب بنتها. هو في ايه بس يا بنتي؟ ايه الكلام الفارغ اللي جوزك بيقولهولي ده؟ انت فعلا عايزة تتطلقي وتسيب البيت علشان ابن جوزك؟ ما انت متجوزة وعارفة ان هو هيعيش معاكم هنا، ايه اللي غير كلامك دلوقتي؟ يا سلام يا ست ماما، يعني هو جوز اللي قالك تجيلي دلوقتي؟ فاكرني ان هغير كلامي؟ مستحيل اغيره ابدا، الواد ده مش هيعيش معايا لحظة واحدة تاني، يا هو في البيت ده. ما تعالي بقى يا هبة، انت عايزة تخربي بيتك وانت على وش ولاده؟ ما تسيبيه يا اختي، ما هو مرمي في اوضته، خليك في حالك وهو في حاله. انت عايزه تجننيني يا ماما؟ ازاي لما اخلف بنتي هتعيش مع ولد زي ده في بيت واحد؟ اضمن منين بقى ان ما يجيش جنبها، او حتى ممكن يأذيها، وساعتها محدش هيقدر يحاسبه. مش بيقولك ليس على المريض حرج؟ ايه يا بنتي الكلام اللي بتقولي ده؟ انت عايزه تخربي بيتك علشان شويه اوهام في دماغك؟ ما تحاولي تحكمي عقلك شويه. والواد غلبان وقاعد في الاوضه لوحده وقافل على نفسه طول الوقت. وفجأة عمر قعد يصرخ ويخبط على الباب جامد، لدرجة ان هبة وامها اترعبوا ومسكتش خالص غير بعد فترة. صوت صراخه كان عالي قوي. شفت يا ماما؟ شفت الرعب اللي انا عايشة فيه؟ بقولك ايه يا حبيبتي، تعالى ندخل الأوضة بتاعتي نكمل كلامنا، انا خايفة من الواد ده. ودخلت سعاد الأوضة مع بنتها وقعدت على السرير. انت طلع عندك حق بجد يا بنتي يا هبة، ده الواحد كده ممكن يحصل له حاجة، ده الواد ده فعلا يخوف. شوفي انت عايزة ايه يا حبيبتي تعمليه واعمليه وانا معاكي. وفضلت سعاد قاعدة مع بنتها لغاية ما مصطفى جه من الشغل، وخرجوا كلهم وقعدوا في الصالة. ها يا مصطفى، ما قلتليش هتعمل ايه مع ابنك؟ مع ان عارفة كويس اوي قرارك، بس انا لازم اسمعه منك انت. ما تقولي حاجة يا حماتي، عاجبك اللي بيحصل من بنتك ده؟ يا هبة انا بحبك، وبلاش تستغل حب ليكي بالشكل الوحش ده.
كنت متأكدة ان انت مش هتعرف تعمل حاجة يا مصطفى، علشان كده انا جهزت شنطتي وهمشي دلوقتي مع امي، ويا ريت ورقة طلاقي توصلني في اسرع وقت. انت بتقولي ايه بس؟ اكيد حصل لمخك حاجة، عايزة تطلقي وانت على وش ولادة. وبعدين انا يا ستي مش هطلق، ممكن بقى تهدي؟ ولا انت عايزة تخربي البيت وخلاص؟ لا يا اخويا، انا مش هخرب بيتي، انا خيرتك وانت اللي اخترت. انت اللي اخترت ابنك المجنون اللي جوه. يا اخويا ما تحطه في اي مصحة ولا في اي نيلة، ويا اما بقى تسيبني اشوف حياتي. ايوه، انا مش مستغنية عن بنتي. اخدت هبة شنطتها وامها ومشيت، وقعد مصطفى مصدوم وما كانش عارف يعمل ايه. شوية وسمع صوت عمر ابنه، قام ودخل جوه في اوضة عمر. كان قاعد على الارض وضمم رجليه. مصطفى كان واقف وبصص له بقرف. كله من تحت راسك انت، امك مريحة دماغها من ساعة ما اتطلقت، اخدت البيت وسايبانا انا القرف ده، واتجوزت وعايشة حياتها. بسببك مش عارف اعيش حياتي، ومفيش حاجة ماشية صح خالص. عمر ما كانش مركز في كلام والده، كان قاعد وباصص للسما. مصطفى قرب منه. طبعا انت ولا هنا، كأني بكلم نفسي. دمرت لي حياتي، تعرف ان عمري ما هسامحك ابدا. انا نفسي يجي اليوم اللي هرتاح منك فيه. سابوا مصطفى وخرج وراح على اوضته. وعدى كام شهر ومصطفى فعلا طلق هبة لانها رفضت ترجع البيت تاني. وبقى مصطفى من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ودايما كان بيسيب عمر في الشقة لوحده وبيقفل عليه الباب. أما عند أميرة، في يوم كانت نازلة تشتري حاجات من تحت، وهي ماشية في الشارع حازم طليقها وقفها. انت بتعمل ايه هنا يا حازم؟ وسع كده من طريقي، اوعى توقفني تاني مرة. حازم قرب منها ومسك ايديها. استني بس يا أميرة، أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع. أنا لسه بحبك، انت مش حاسة بيا ولا ايه؟ أنا جربت أعيش من غيرك بس معرفتش، ولا انت بقى مش شايفة غير نفسك وبس؟ أميرة بغضب بعدت ايده. ابعد ايدك دي، اوعى تقرب مني تاني مرة. انت مجنون؟ ازاي تسمح لنفسك ان تمسك ايدي؟ انت زعلان ان علاقتنا انتهت؟ بقولك ايه، علاقتنا وانت مستحيل ترجع زي الاول من تاني. انت فاهم ولا لا؟ انا دلوقتي متأكدة ان كنت متجوزة واحد ما عندوش شخصية، واحد حقير. بس انا بحبك يا أميرة، انا عايزك وانت لازم ترجعي لي. ساعتها يا ستي مش هعمل اي حاجة تزعلك. ارجوكي ارجعي لي بمزاجك احسن ما ارجعك غصب عنك. لا، ده انت شكلك كده اتجننت على الاخر. بقولك ايه يا حازم، امشي بدل ما اصوت والم عليك الناس او ابلغ الشرطة. مش هرحمك وهنسى خالص ان انت ابو ولادي. حازم بغضب مسك ايديها. اعملي اللي تعمليه، انا مش هسيبك، انت فاهمة؟ انت بتاعتي انا وبس، مش هسيبك تبعدي عني. أميرة كانت بتصرخ بخوف، وفجأة جه مصطفى ومسك حازم من هدومه وشده بعيد عنها ونزل عليه ضرب، والناس اتلمت وطلبوا البوليس. جات الشرطة وقبضوا على حازم، ومصطفى قرب من أميرة. انت كويسة يا مدام؟ أنا عارف الأشكال دي كويس قوي، ما تقلقيش، دلوقتي هياخد جزاؤه ومش هيقدر يقرب منك تاني. أنا متشكرة لحضرتك قوي يا أستاذ، أنا معرفش من غيرك كنت هعمل إيه بجد. في نفس اللحظة وصل أحمد أخوها، أخدها في حضنه، وساعتها شاف مصطفى. مش معقولة، مصطفى عاش من شافك يا صاحبي، يا محاسن الصدف، بقى أعز صحابي هو اللي ينقذ أختي. مصطفى بضحك. لسه زي ما انت يا أحمد، وبعدين أنا ما عملتش غير الواجب، أي حد مكاني كان هيعمل نفس اللي عملته. المهم إن أختك دلوقتي بخير. أنا متشكر أوي يا مصطفى. إيه رأيك لما تيجي تتغدى معانا؟ ماما هتتبسط أوي لما تشوفك. مفيش مجال للرفض، لازم تيجي. يا سيدي لو ما كنتش تصمم إن شاء الله هجيلك بكرة. المهم لازم تشوف المحضر عشان الزفت ده ما يتعرضش لأختك تاني. مشوا مصطفى وأحمد هو وأميرة، خلصوا المحضر ورجعوا على البيت. أميرة راحت على أوضة أمها وهي بتعيط، اترمت في حضنها. الحمد لله يا بنتي إن انت بخير، بعد كده مفيش خروج لوحدك تاني. أنا مضمنش المجنون ده يعمل معاكي إيه. ما تقلقيش يا ماما، ربنا سترها. تعرفي لولا الراجل اللي جاء أنقذني منه كانت هتبقى مشكلة. أنا أعتقد بعد اللي حصل له ده مش هيفكر يقرب مني تاني. الحمد لله يا بنتي، أحمد أخوك حكالي على اللي حصل، كتر خيره مصطفى ده. الحمد لله
إن لسه في ناس كويسة في الدنيا. معظم الناس دلوقتي كل واحد بيقول يلا نفسي. طيب يا ماما، أنا هقوم أشوف ولاد وأطمن عليهم. اوعى تقولي حاجة قدامهم، ده مهما كان يبقى أبوهم برضه. أما في بيت يحيى، رجع يحيى من بره ومعاه حازم أخوه، وكان متعصب قوي. اتفضل ادخل يا أخويا، هي دي آخرتها؟ أروح أجيبك من أقسام الشرطة والبوليس؟ أنت خلاص مبقاش فيك عقل. إيه اللي خلاك تتعرض لها تاني؟ للدرجة دي بتحبها ومش قادر تنساها؟ ما تنساها بقى يا أخي، ما احنا أخدنا اللي كنا عايزينه. ما أنا بحبها يا يحيى، نفسي تفهمني لو مرة واحدة. أنا نفسي أوي ترجعلي، وهعمل ده مهما كلفني. أنا مش هسيبها تفضل بعيدة عني. بقولك إيه يا حازم، لو ما رجعتش عن اللي في دماغك تصرفه مش هيعجبك خالص، وتنسى أميرة دي، وأنا بقى اللي هجيب لك العروسة. أنا مش عايز عرايس، أنا عايز أميرة. هبوس إيدك يا أخويا رجعها لي. ما تهدى يا حازم، البنت دي غيرهم كلهم، أنا واثق إن هي هتعجبك وهتنسيك اسمك. امشي ورا أخوك بس لآخر مرة. ماشي يا يحيى، بس لو ما حصلش لازم تساعدني وارجع أميرة، حتى لو هرجع لها الأرض تاني. أنا ما بقاش فارق معايا لا أرض ولا فلوس، أنا عايز مرات وولاد يا ناس. يحيى في الوقت ده اتضايق جدا. ماشي، ارجع انت بس تروح شقتك دلوقتي وجهز نفسك علشان نشوف العروسة الجديدة يا وحش. ومشي حازم ودخل معتز ابن يحيى، كان ابنه الكبير اللي عنده تقريبا 25 سنة، ويحيى كان عنده 50. وبعدين يا بابا، هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده؟ عمي ده واحد غاب وهيضيع كل حاجة، والأرض دي مش هينفع نخسرها. ما تقلقش يا معتز، مفيش حاجة هتضيع، الأرض دي هتكون لنا احنا، وساعتها بقى يعمل اللي يعمله. شكلك ناوي على حاجة كبيرة أوي يا بابا. اللي قولي يا كبير، هو انت بتخطط ليه عشان اقدر اساعدك؟ سيبك يا ابني وانا هتصرف. المهم كلم البت اللي قلتلي عليها عشان اعرفها على عمك. خرج معتز ويحيى. انت اللي اخترت يا حازم، لو كنت فضلت ماشي بدماغي ما كنتش فكرت في اللي اعمله فيك دلوقتي. معلش بقى يا اخويا، المصلحة تحكم. تاني يوم راح مصطفى في الميعاد وكان مبسوط، وما يعرفش ليه قعدوا كلهم واتغدوا سوا وسط ضحك وهزار. وبعد كده دخل مصطفى واحمد البلكونة، وساعتها عرف مصطفى حكاية أميرة، وبعدين حكى لأحمد حكايته وعرفه على موضوع ابن عمر. طيب انت ليه ما حاولتش تعالجه يا مصطفى؟ ده ابنك الوحيد، وساعتها ابنك ده اللي هيهون عليك يا صاحبي. منين بس يا أحمد، ما انت عارف الظروف. يا سيدي ربك يكرم في اللي جاي. دخلت أميرة ومعاها الشاي، وساعتها مصطفى اتوتر. تسلم ايديكي، تعبناكي معانا. هتمنى تكوني كويسة دلوقتي، أنا كان نفسي أتعرف عليك في ظروف أحسن من كده يا مدام أميرة. كله مكتوب يا أستاذ مصطفى. المهم أنا بجد بشكرك، والحمد لله إن هي عدت على خير، وحضرتك برضو محصلكش حاجة. ابتسم مصطفى وشرب الشاي ومشي، وبعدها قعد أحمد مع أميرة. مسكين أوي مصطفى ده. تعرفي إن عنده ولد دلوقتي عنده 5 سنين، واكتشف إن عنده توحد، طلع عينيه دلوقتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده التعامل معاه محتاج حكمة، الموضوع صعب ومستاهل. أنا معرفش إزاي في أمهات بالقسوة دي. معقولة أم تسيب ابنها وتتجوز وتختار واحد عن ابنها، وابنها يتعب بسبب إن هي سابته؟ أنت عندك حق، الطفل دايما بيحتاج لحنية الأم. الأم عامل نفسي كبير قوي، وبيساعد الأطفال إن يطلعوا أسوية، وخاصة بقى لو أم ذاك يا أميرة. في إيه بقى يا أحمد، عاوز تقول إيه؟ قلتلك إن أنا مش هفكر في موضوع الجواز دلوقتي، أنا كفاية عليا إن أنا رب ولادي ويطلعوا حاجة كويسة، ده بالنسبة لي بالدنيا كلها. طيب ليه ما توافقيش علشان خاطر الطفل ده، وتكسبي فيه ثواب، وتريح أمك وتطمني قلبها عليكي؟ أنت ليه محسسني إن صاحبك ده كلمك في موضوع الجواز؟ أحمد، هو أنت كل ما تشوف حد من صحابك عاوز تجوزهولي ولا إيه يا سيدي؟ يا أميرة أنا خايف عليكي، الجواز هو اللي يحميكي من حازم. الأولاد محتاجين أب في حياتهم، أولادك بعد كده هيكبروا وهيكون محتاجين يحسوا بحنية الأب، وزي ما انت هتكونوا أم لابنه هو هيكون أب لولادك. فكري كويس، وأنا متأكد يا ست إنه قريب قوي هيطلب إيدك للجواز، لأن أنا شفت ده في عينيه.
ربنا يسهل يا سيدي، لما يبقى يتكلم ابقى افكر. اوعى تتكلم معاه انت يا احمد، عيب قوي. وبعدين يا حبيبي، انا عارفه ان انت بتقول الكلام ده بسبب خوفك عليا، بس ارجوك ما تعملش كده. حاضر يا ستي، بس انت برضو توعديني تفكري. وعدى شهرين، ومصطفى كل فتره كان بيروح يزور احمد علشان بس يشوف اميره، لغايه ما في يوم كلم احمد في موضوع الجواز، واحمد قال له انه هيشوف اخته ويرد عليه. وفعلا احمد كلم اميره. طيب سيبني شويه يا احمد افكر. وبالليل اميره كانت نايمه جنب عيالها بتبصلهم. حتى لو وافقت ان انا اتجوز واحد تاني، عايزاكم تعرفوا ان وافقت علشان خاطركم. لازم حد يحمينا من حازم وعمكم يحيى اللي ما عندوش ضمير. انا هتجوز علشان راحتكم انتوا، انا ما عنديش اغلى منكم في الدنيا. تاني يوم طلبت اميره من احمد انه يعزم مصطفى، لانها كانت حابه تتكلم معاه. وفعلا مصطفى جه وقعدوا سوا في البلكونه، وبدات اميره الكلام. انت ليه عاوز تتجوزني يا استاذ مصطفى؟ اكيد في سبب معين خليك تفكر في كده، لانك ما توفقتش قبل كده في الجواز مرتين. انا حسيتك غيرهم، انت ما بتفكرش في نفسك وبس، واكيد هتتحمليني وتتحملي ظروف ابني، وكمان علشان حابب احميكي. بس في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا هوافق بس علشان خاطر ولادي، ومحتاجه تسيبني براحتي لغايه ما اتقبلك كزوج. يعني نعيش فتره كده لغايه ما نتعرف على بعض، وانا بحترم صراحتك وما عنديش مشكله. المهم ان انت تكوني مستريحه. انا متاكد ان احنا هنتفق في اقرب وقت. ابتسمت اميره وفعلا وافقت، وبعد كام شهر اتجوزوا وراحت تعيش معاه هي وولادها. ما كانتش اميره قابلت عمر خالص. اول ما وصلوا البيت ودخلوا كان في صوت صريخ عالي قوي. اولادها اتخضوا وبسرعه استخبوا ورا ظهرها. ما تخافوش يا حبايبي، ده عمر ده هيبقى اخوكم، هو بس تعبان شويه. انا مش عايزاكم تخافوا منه خالص، انتوا فاهمين؟ انتوا دلوقتي تبقوا اخواته الكبار. مصطفى بتوتر. انا متاسف قوي يا جماعه على اللي حصل، ما جاتش فرصه ان اعرفك على عمر، بس بكره هيبقى هادي كده وساعتها تقدروا تدخلوا له الاوضه. دخلت اميره ولادها اوضتهم ورجعت. طيب انا حابه ادخل اشوفه دلوقتي. ما تقلقش، انا هعرف اتصرف معاه، هات بس المفتاح وملكش دعوه. اخدت اميره المفتاح ودخلت عند عمر. في الاول كانت خايفه، بس حاولت تتشجع وقربت منه. انا مش عايزاك تخاف مني خالص، انا مش هاذيك، انا دلوقتي ماما. انا عارفه ان انت مش فاهمني، بس توعدك ان كل ده هيتغير. وبعد كده قامت وقفت على حيلها. مصطفى لو سمحت، ايه رايك لما تساعدني نغير له دلوقتي هدومه؟ حرام يفضل كده، انا شايفه ان هدومه لازم تتغير ولازم يستحمى علشان يفوق وينعنش كده. مصطفى استغرب قوي وساعدها، واخدوه الحمام وحموه ولبسوه لبس نظيف ورجعوا على اوضته. وكل ده وعمر هادي بطريقه غريبه. وبعد كده راح في النوم. اميره راحت على اوضتها ومصطفى راح وراها. انا مش عايزاك تقلق خالص يا مصطفى، انا بنت اخت اخصائيه وبتتعامل مع الاطفال اللي عندهم حالات زي كده. ايه رايك بقى ان انا هكلمها ونبدا العلاج مع عمر؟ هو يعني مش علاج بمعنى كلمه علاج، لا، هو بس هيعلمونا كده شويه حاجات، وهيعلموا عمر حاجات هو كمان، علشان نتكيف مع بعض. مفيش داعي يا اميره لموضوع الجلسات ده، انا اتعودت على ابني كده. كبري دماغك وبلاش تتعبي نفسك، انا عرفت ان الموضوع ده صعب يتعالج. عمر ابنك دلوقتي زيه زي ولادي، وانا عمر ما هأهمل في حد من ولادي ابدا. ابنك لازم يتعامل مع الناس، وبعدين يا حبيبي احنا لازم نساعده على ده. وما تقلقش، الفلوس اللي هندفعها مش هتبقى كتير، لان اللي هتعالجه هتبقى قريبتي. خلاص اللي يريحك، انت حرة، البيت بيتك وتصرفي فيه براحتك. وسابها ونام. أميرة كانت مستغربة قوي، ازاي أبو مش متحمس لعلاج ابنه؟ يمكن اللي شافه كان كتير. معلش، إن شاء الله بكرة عمر هيبقى كويس. يا رب يا رب قدرني وساعدني إن أقدر أتعامل مع الوضع الجديد وساعد الولد المسكين ده. تاني يوم صحيت أميرة من بدري ووصلت ولادها على المدرسة، وقابلت ياسمين بنت أختها وأخدتها معها على البيت. وهناك ياسمين اتعرفت على عمر وشافت كل الأوراق بتاعته وشافت حالته. الاتنين كانوا قاعدين في الصالة بيشربوا الشاي.
عمر محتاج شغل كتير قوي يا أميرة. الموضوع مش هيكون سهل لأن أهله ملحقوش يعالجوه من بدري. المفروض الموضوع ده كانوا يبدأوا يتعاملوا معاه من كام سنة. انت كمان بقى لازم تصبري وتساعديني على قد ما تقدري. معلش يا ياسمين، أنا عارفة إن الموضوع صعب وحاسة إن الولد ده قريب مني قوي. ما تقلقيش يا ستي، أنا معاكي وهعمل كل اللي تطلبيه. المهم إن عمر يبقى كويس ويعرف على الأقل يعمل أبسط الحاجات لنفسه. أنا عايزاه يخدم نفسه بنفسه ومحتاجش لحد. ماشي يا ستي، أي نعم الموضوع ده هياخد وقت شوية، بس طالما نيتك خير أكيد ربنا هيسهل علينا الموضوع. وبحنيتك الولد اللي هيحس بيها هيقرب منك. أنا هبدأ معاه جلسات من النهاردة، وضروري تكوني موجودة معانا علشان تنفذي كل اللي أنا بعمله وتتعلمي مني. وبدأت ياسمين تشوف شغلها، وأميرة كانت معاهم متابعة كل حاجة، وكانت بتتعلم منها إزاي تتعامل مع عمر. وبعد ما مشيت قامت تحضر الأكل علشان جوزها وولادها. رجعوا الأولاد من المدرسة ودخلت ملك على المطبخ. أنا جعانة أوي يا ست ماما، ممكن تحطولي الأكل بسرعة عشان عندي مذاكرة كتير. أنا لازم أدخل ثانوية عامة علشان كده مش عايزة أضيع وقت. ماشي يا باشمهندسة، ثواني والأكل هيكون جاهز، اتفضلي غيري هدومك. خرجت ملك وخبطت في أخوها آسر. يا سلام يا سي آسر، مش تفتح؟ انت دايما كده تقعد تخبط فيا، لازم تشوف لك حل يا أستاذ. مشيت ملك على أوضتها وأميرة بصت لابنها وهي بتضحك. وبعدين معاك يا آسر، مش هتبطل ترخم على أختك؟ ما تعقل بقى يا ابني، انت كبرت. أعمل إيه بس يا ماما، أنا بحب أرخم عليها أصل بيبقى شكلها حلو قوي. المهم، هو إيه حكاية عمر ده كمان، وهو تعبان من إيه؟ مفيش يا حبيبي، عمر عنده توحد. الموضوع ده محتاج معاملة خاصة. أنا عايزاك تعتبر أخوك الصغير وتساعدني في التعامل معاه. كلنا لازم نتعلم هنا في البيت إزاي نتعامل معاه بطريقة كويسة علشان ظروفه تتحسن. تمام يا ماما، انت دايما أي كلمة بتقولها بتطلع صح. أنا هحاول على قد ما أقدر أتعلم وأكون كويس، وإن شاء الله بعد كده عمر هيتعود علينا. طيب يا حبيبي، روح غير هدومك علشان تقعد تاكل انت واختك، وانا هجيب عمر علشان ياكل معانا. ودخل آسر الأوضة بعد ما اتأكد ان اخته خلصت تغيير هدومها، وقعد على السرير ومسك التليفون ومركز قوي. قربت ملك منه. انت بتعمل ايه يا آسر؟ مسك التليفون بقالك كتير، مش ماما قالت محدش يمسك التليفون ايام المذاكرة؟ هروح اقول لماما دلوقتي. اهدي يا ملك، انا ببحث عن معلومات عن مرضى التوحد عشان نعرف نتعامل مع عمر اخونا وما نضايقوش بأي تصرف. قعدت ملك جنبه. أنا مش فاهمة حاجة يا آسر، يعني إيه توحد أصلا؟ ممكن تشرح لي؟ أنا بصراحة ما بحبش أزعل حد وخايفة العمر يزعل مني. قعد آسر يقرأ ويفهم أخته لغاية ما مامتهم نادت عليهم، وكلهم قعدوا على السفرة وجابت عمر معاهم. قعدت أميرة. عمر ده يبقى آسر وملك إخواتك، ما تستغربش إن هما شكل بعض، أصل هما توأم. وده عمر أخوكم يا ولاد، لازم تعرفوا إن انتوا التلاتة مننا ورايح إخوات. ملك كانت مبسوطة قوي إن هو قاعد معاهم. ملك بصت لعمر. أنا مبسوطة قوي يا عمر إن أنت بتاكل معانا، بكرة وأنا جاية من المدرسة هجيب لك حاجة حلوة ونلعب سوا في الأجازة. وملك بعد ما قالت كده ضحكت، وبعد كده لاحظت إن عمر بيبص لها وكان زعلان. أنا متأسفة قوي يا عمر، إحنا ما كناش بنضحك عليك. ماما لازم نخلي بالنا كويس، لأن عمر ممكن يفكر إن إحنا بنضحك عليه، أصل مرضى التوحد بيكونوا حساسين شوية. إحنا يا ماما قرأنا شوية عن الموضوع ده وهنتعامل معاه، ما تقلقيش. ابتسمت أميرة. ربنا يخليكم يا حبايبي، عرفت رب فعلا. خلصوا أكل بقى علشان تشوفوا مذاكرتكم. وقعدت أميرة تأكل عمر وهي مبسوطة، وكلهم كانوا متجمعين سوا ومحدش متضايق من وجود التاني. ورجع مصطفى بالليل واترمى على السرير. أميرة دخلت وراه. ايه ده يا مصطفى، انت هتنام من غير ما تاكل؟ ما ينفعش كده علشان صحتك. قوم غير يلا لغاية ما اجيب لك الأكل. وقام وأميرة جابت له الأكل لغاية السرير. ربنا يخليك ليا يا أميرة، أنا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. أتمنى إن عمر ابني ما يكونش تعبك أو خوف العيال يعني. أنا مش عايز حد فيكم يتضايق منه، أنا عارف إن تصرفاته غريبة. ما تقلقش يا مصطفى، كل حاجة هتبقى كويسة. ده أنا حتى بدأت أتعامل مع عمر
والنهاردة قعد وأكل معانا والعيال كانوا مبسوطين قوي. طيب كويس يا ستي، مع إنك مستعجلة قوي في الموضوع ده، بس عامة براحتك وتسلم إيدك، الأكل زي الفل. أكل مصطفى وقام نام وهي راحت جنبه. مصطفى، هو انت في حاجة مضايقاك؟ مش شايفاك مبسوط يعني ان ابنك ممكن يتأقلم شوية ويتعامل معانا ومع الناس؟ الحكاية مش كده يا أميرة، بس ده تاني يوم ليكي هنا في البيت وانت تعبة نفسك مع الواد ده وناسيين انا خالص. بدل ما تحاولي تقربي مني صممتي بقى ان انا انزل الشغل وتقعدي مع سي عمر. ما انا قلتلك اديني وقت يا مصطفى، والاجازة ما كانش هيبقى لها اي لازمة دلوقتي. سيبها لغاية ما نقرب من بعض وساعتها يا سيدي تاخد اجازة. ماشي يا امير، هصبر عليكي لان انا فعلا حابك، بس مش عايزك تنسي ان انا جوزك وما ينفعش نبعد عن بعض اكتر من كده. يا سيدي اوعدك، بس ما تضغطش عليا وقريب قوي ان شاء الله الدنيا هتتم. اما في بيت يحيى كان كاتب كتاب حازم اخوه، وحازم كان قاعد ومتضايق. بعد الاجراءات ما خلصت مضى على الورق. حازم بضيق: انا مش عارف ايه لازمتها ان الفرح يبقى بعد كتب الكتاب بفتره، ما كنا عملنا الاتنين سوا وخلاص يا يحيى. يا سيدي هي العروسة عجباك للدرجة دي؟ ما تصبر شوية يا حازم، وبعدين كلها شهر وإن شاء الله هتتجوز وعروستك هتجيلك. ماشي يا سيدي، أهي دلوقتي بقت مراتي وأقدر أشوفها في أي وقت. المهم أنا هاخدها وهخرج دلوقتي. ماشي يا حازم، بس خلي بالك من نفسك، ويا ريت انتوا الاتنين تخرجوا في مكان عام، بلاش فضايح. ضحك حازم ومشي. وبعد ما مشي معتز قرب من والده: خدت الورق من المأذون ولا لسه يا بابا؟ أنا عايز كل حاجة تخلص في أسرع وقت، مش عايزين عمي يحس بأي حاجة قبل ما الورق يتسجل. ما تقلقش يا ابني، الورق دلوقتي مع المحامي والتسجيل هيتم من بكرة، بس انت فكرت هتعمل ايه معاه بعد كده؟ كل حاجة مظبوطة، ما تقلقش، خليك انت بس متابع مع المحامي وكل حاجة هتخلص بسرعة. وعدى الشهر بسرعة، وأميرة كانت بتتعب جدا مع عمر وبتنفذ كل تعليمات ياسمين، وبدأ يكون في تحسن شوية، وعمر بدأ يتعود يعمل الحمام في التويلت، وبدأ كمان يأكل نفسه ويغير ملابسه، وحياته تغير فيها حاجات كتير قوي. بدأ يعتمد على نفسه في حاجات كتير بعد ما بدأت معاه أميرة بالجلسات. وفي يوم رجع مصطفى البيت واستغرب الهدوء وافتكر إن الكل نايم، ودخل على الأوضة على طول. أول ما دخل لقى أميرة قاعدة على التسريحة ولابسة فستان شكله حلو ومشغلة نور بسيط ومنورة الشموع في الأوضة. هو أنا دخلت أوضة غلط ولا إيه الحلاوة دي؟ شكلك النهاردة زي القمر، هو النهاردة عيد ولا إيه؟ النهاردة أول يوم في جوازنا يا مصطفى، قلتلك إن الموضوع مش هيطول. الحمد لله يا سيدي، ده إحنا من النهاردة اعتبر نفسنا اتجوزنا، وعمر كمان بدأ يتحسن. مصطفى بفرحة قرب منها وحضنها. أخيرا يا أميرة، أنا بجد مش مصدق نفسي، أوعدك إن أنا وإنت هنكون أسعد زوجين في الدنيا ومش هخليكي محتاجة لحاجة خالص. وبالفعل اتجوزوا. وتاني يوم قام مصطفى وأميرة كانت في المطبخ: بقولك إيه يا حبيبتي، أنا هروح بقى أعمل أجازة في الشغل عشان أخدك ونسافر ونقضي شهر العسل. شهر عسل إيه بس يا مصطفى؟ وبعدين إحنا كبرنا على الحاجات دي، والأولاد عندهم امتحانات، وإنت ناسي كمان إن عمر ابنك عنده جلسات. لا خلاها في الصيف ونبقى نسافر كلنا. كلنا مين يعني؟ كلنا ازاي يعني؟ انت عايزة تقنعيني ان عمر ده هيجي معانا واحنا بنقضي شهر العسل؟ لا طبعا مستحيل، انا مستحيل اخده معايا في اي حتة. وفيها ايه بس يا مصطفى؟ هو مش عمر ده يبقى ابننا وعايل زي بقية العيال؟ من حقه انه يخرج ويروح ويجي ويعيش حياته. انت عايزه يقضي بقية عمر في الأوضة دي؟ ملكش دعوة انت، انا هاخده معايا وهنتصرف. ما ينفعش، الولد ده ما ينفعش يطلع لأي مكان زحمة أو دوشة، ده مش هيسكت وهيقعد يصرخ وهيفضحنا في المكان كله. أحسن حاجة نخليه هنا في البيت. يا سلام، يعني انت عاوز تقنعني ان احنا نسافر كلنا ونسيبه هنا لوحده؟ لا طبعا، انا مش هروح حتة من غير ابني. يبقى ياريت بقى تأجل موضوع الأجازة ده وروح بقى شغلك دلوقتي علشان ما تتأخرش. خرج مصطفى هو متعصب. خلصنا من الحظر، دخلنا في موضوع الواد. انا مش عارفه اعمل ايه، بس مش عارفه اتهنى بحياتي
طول ما اللي اسمه عمر ده موجود على الدنيا. وللأسف أميرة سمعت الكلام اللي مصطفى قاله على ابنه وكانت مستغربة قوي. معقولة فأب يتكلم كده عن ابنه؟ أنا اللي المفروض أقول الكلام ده، بس أنا اعتبرته ابني من ساعة ما دخلت البيت هنا، وعلى قلب خدمته زي العسل. جت ياسمين علشان ميعاد الجلسة. ياسمين، أنا عايزة عمر يكون جاهز إنه يخرج معانا في أي حتة. أنا مش عايزاه يقضي بقية عمره بين 4 حيطان. الموضوع من سهل، بس أنا وإنتي لازم نحاول. الموضوع فعلا مش سهل يا أميرة. مريضي التوحد، خاصة لو حالته زي حالة عمر، حالة متأخرة، صعب إن يتغير أو يتعود على الناس، وساعات بيعبر عن ضيقه بالصريخ، فلازم تصبري. يا ست هصبر، بس انت كمان لازم تساعديني. أنا حابة إنه يخرج ويروح ويجي، أنا مش عايزاه يحس إن ناقصه حاجة عن بقية البشر. طلعت ياسمين كشكول رسم. بصي يا أميرة، شفت رسم عمر؟ بص ازاي طفل عنده 6 سنين بيرسم بالدقة دي ومن غير ولا غلطة. الواد ده موهوب. ما هو مريض التوحد ده بيكون عنده موهبة في حاجة معينة، وبتكون الحاجة دي بيتقنها بشكل غريب جدا. ابنك مش ناقصه أي حاجة، الواد ده فنان. طيب يا ياسمين، ده حاجة كويسة قوي. أنا مش عارفة من غيرك كنت هتصرف ازاي. يلا يا ست خلينا نبدأ الجلسة. أما عند حازم رجع من بره وكان متعصب. راح عند أخوه مكتبه. ممكن أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ليه الست اللي أنا اتجوزتها ما بتردش عليا؟ ورحت بيتهم الجيران قالوا لي إن هم سافروا. أنا مش فاهم أي حاجة يا يحيى، مش أنت برضو اللي عرفتني عليها؟ دي حازم وأنا هفهمك كل حاجة. أولا هم مش مسافرين، هم سابوا الشقة يا سيدي كانت مفروش إيجار يعني. ثانيا والأهم إن هي ولا مراتك ولا حاجة. حازم قام من مكانه. هي ايه يا يحيى الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني ايه مش مراتي؟ ده انا كاتب كتاب عليها. هو في ايه بالظبط بقى؟ الورق يا حبيبي اللي مضيت عليه كان عقد بيع وشراء، لا اي حاجة انت بتمتلكها. بما انك بقى ما بتعرفش تقرا ويا دوبك بتمضي بالعافية، فمضيت من غير ما تعرف انت بتمضي على ايه. والراجل اللي كان هنا ده مش مأذون ولا حاجة. ودلوقتي بقى انت مفيش حاجة بقت ملكك، حتى الشقة اللي انت قاعد فيها بقت باسمي. انت بتقول ايه يا يحيى؟ ايه الكلام ده؟ يعني انت كده بتسرق اخوك الصغير؟ طيب ليه انا عملت لك ايه؟ ده انا حتى طول عمري بنفذ كلامك وتحت طوعك، وخسرت مراتي وولادي بسببك. محدش كان ضربك على ايديك، وزي ما انت ضحكت على مراتك واخدت حاجتها، انا عملت فيك نفس الحاجة. يعني بصر يا حبيبي. انا بجد مش مصدق. فانت يحيى اخويا الكبير؟ انا استاهل، دايم تدان. متشكر قوي يا اخويا، يلا علمتني الدرس الصح. ولسه شنطة هدومك هتلاقاها بره يا حازم، لان شقتك خلاص اتباعت. قدامك حل من الاتنين، يا اما بقى تخرج تمشي في الشارع، يا اما تشتغل هنا عندي انا وولادي. الف شكر قوي يا اخويا، الشارع اهون عليا من ان انا اشتغل عندك هنا. منك لله. وخرج حازم بعد ما خسر كل حاجة وبقى لوحده، وحتى مش لاقي بيت يلمه، بس كان مقتنع إن كل اللي بيحصل له ده ذنب أميرة مراته وولاده، وعارف إنه يستاهل أكتر من اللي حصل له. وعدت 3 سنين، ولاد أميرة بقوا في 3 ثانوي، وعمر بقى يقدر يدخل الحمام ويلبس وياكل وينام، وكمان كان بيتعامل مع الناس. وبدأت أميرة تاخده بره وهي خارجة في الشارع. وفي يوم أميرة استنت مصطفى لغاية ما يجي. أول ما وصل البيت: مصطفى، عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم. بص يا سيدي، ابنك محتاج يعمل عملية في رجله ضروري. العملية دي مهمة قوي عشان يمشي بشكل طبيعي. ايه يا أميرة الكلام اللي بتقولي ده؟ عملية ايه اللي هعملها لعمر؟ مش كفاية الجلسات اللي انت مصممة عليها وبدفع فيها دم قلبي؟ وأصلا وجود الواد ده من عدم وجودي ما يفرقش معايا. بقولك ايه بقى، كبري دماغك. انت بتقول ايه بس يا مصطفى؟ ابنك ولازم تسعى في موضوع علاجه. انت سايب كل حاجة عليا ولا كأنه ابنك؟ انا مش بعتبره ابني، وما يهمنيش يخف او ما يخفش. انا قلتلك كفاية اللي عملتيه علشانه. بس انا مصممة على موضوع العملية، وانت كمان لازم توافق. ده في مصلحة لابنك وهيفرق معاه قوي. ارجوك يا مصطفى. وانا قلت اللي عندي.
الواد ده مش هيعمل العملية، ولو فضلت مصممة على رأيك تاخد عيالك والزفت ده ومع ألف سلامة. انت للدرجة دي واحد ما عندكش قلب؟ انا ازاي كنت مخدوعة فيك بالشكل ده؟ طيب تمام، انا هاخد العيال كلهم، لانه اصلا عمر خسارة فيك، ويا ريت بقى كمان تطلقني. يعني انت بتختاري الواد ده وبتبيعيني انا على اساس يعني ان انت امه بجد؟ اذا كان امه الحقيقية نفسها مش عايزاه، ده انا ابوه ومش عايزه، يبقى انت اللي هتعزيه اميرة؟ انا من يوم ما دخلت البيت ده وعمر بقى ابني واتعلقت بيه ومش هسيبه، وطالما في ايدي ان انا اساعده مش هتأخر. وفعلا اخدت الاولاد الثلاثة ورجعت على بيت اهلها، وما كانتش مصدقة اللي حصل، وكالعادة دخلت عند امها وحكت لها. لو هتقل عليك يا ماما قوليلي، انا ممكن اخد العيال واجر شقة، وما تقلقيش يا ست مش هزعل. انت بتقولي ايه بس يا بنتي؟ وبعدين لو ما شالتكيش الارض شيلك في عينيا، بس انت مش شايفه ان عمر مسؤوليه كبيره عليكي؟ انا خايفه لا ترجعي تندمي. يا ماما انا بعتبره زي ابني، انا حابه اشيل مسؤوليته، واثقه ان انا بعمل الصح ومش هندم. اللي تشوفيه يا بنتي، انا ما عنديش اي مشكله، والبيت هنا كبير وهيكفينا. وفي يوم اميره كانت في المطبخ، وجاء اسر وملك واستاذنوا ينزلوا عشان يشتروا حاجه من الشارع، وفعلا نزلوا، وساعتها سابوا الباب مفتوح وعمر خرج وراهم. رجعوا الأولاد من تحت واستغربوا إن باب الشقة مفتوح. يلا يا ولاد ادخلوا اغسلوا ايديكم علشان أجهز الأكل، وكمان نادوا لعمر من أوضته علشان كلنا ناكل سوا. دخلت أميرة تجيب عمر واتصدمت لما ملقتوش جوه، قعدت تدور كتير قوي لكن عمر ما كانش في الشقة. يا ولاد ما حدش فيكم شاف أخوكم؟ أنا مش لاقية عمر. مش عارفة يا ماما، لا يكون نزل الشارع، احنا شكلنا كده نسينا الباب مفتوح، معقول هيكون قلدنا ونزل؟ نزلت أميرة زي المجنونة الشارع بعد ما حطت الطرحة على راسها، كانت بتدور شمال ويمين ومش عارفة تروح فين ولا تعمل ايه. مسكت التليفون واتصلت على مصطفى. الحقني يا مصطفى، عمر ابنك نزل الشارع ومش هنلاقيه خالص، اعمل ايه بس؟ طيب كويس قوي، مش هو ده اللي فضلتيه عني؟ اشربي بقى، وبعدين ضاع ما ضاعش ده حاجة ما تخصنيش. تعرفي انا اتمنى ان انت ما تلاقيهوش عشان ابقى خلصت منه للابد، اوعي تتلاقيه وترجعيه. انت ازاي كده بجد؟ انا بجد مش مصدقه نفسي، معقوله انت اب ولا الست اللي خلفته دي تبقى امه؟ انت واحد ما عندكش دم. يا ساتر يا رب، ربنا ينتقم منك يا شيخ انت وهي. بقولك ايه، يا ريت ما تتصليش بيا تاني، والواد ده انا ماليش علاقه بيه، فاهمه ولا لا؟ قفل السكه في وشها وبدات تبكي، وما كانتش عارفه تتصرف ازاي. راحت القسم علشان تعمل بلاغ، ولحسن الحظ لقت ولاد الحلال لقوا عمر واخدوه على هناك. طبعا عمر ما كانش بيتكلم، وبسرعه اخدته في حضنها وهي بتبكي. الحمد لله يا رب، انت ازاي تنزل كده يا حبيبي؟ ازاي تنزل من غير ما تقولي او تشاورلي؟ حقك عليا، انا عيني مش هتغفل عنك بعد كده لحظه. واخدته ورجعت البيت، ومن يومها ما كانتش بتسيبه ابدا، وطول الوقت كان قدام عينيها، ودايما قافله باب شقتها بالمفتاح، وكل واحد معاه نسخه. وبعد فتره أميرة اتطلقت من مصطفى وشالت مسؤولية الأولاد كلهم، وكانت بتضاعف الجلسات لعمر علشان يتأقلم على البيت الجديد، وعملت له العملية وتحسن وبقى يمشي كويس. وبعد سنين كتيرة اتخرجت ملك من كلية الهندسة، وآسر كمان كان في كلية الطب، وعمر كان عايش مع أميرة وبيحبها وبيساعدها في شغل البيت. وفي يوم رجع الأولاد من بره، ملك كانت مبسوطة أوي داخلة بتغني: ماما أنا اتعينت في أكبر شركة هندسية وأنا فرحانة أوي. عمر بصلها وبدأ يتكلم: مبروك يا ملك، الله يبارك فيك يا عمورة. شفتي، حتى عمر أخوك بيبارك لك دلوقتي وفرحانة علشانك. ربنا يخليك يا عمر، يا وش السعد انت. بقولك ايه يا ماما، خلينا بقى نحتفل ونجيب تورتايه. وفعلا ربنا عوض أميرة في ولادها، لأنها اتقت ربنا في عمر واعتبرته زي ابنها، فكانت دخلته عليها وعلى ولادها باب السعادة في الدنيا. بالنسبة بقى لمصطفى فخسر شغله، وكان بيشتغل يوم أو 10 لأ، وطبعا صحته اتدمرت وحالته المادية بقت زي الزفت.
أما حازم رجع عند أخوه تاني وبدأ يشتغل عنده ويخدمه هو وولاده، وعارف إن ده عقاب من ربنا لأنه ما كانش أمين على مراته وولاده. وبكده تكون خلصت حكايتنا. وقبل ما نقفل معاكم أتمنى أشوف آرائكم في التعليقات، واللي يعرف حالة زي الحالة اللي اتكلمنا عنها النهاردة ياريت يحكي لنا عنها في التعليقات. ممكن الحالة دي تبقى قصتنا الجاية. واشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة إن شاء الله.